عاملين ايه؟ سامسونج اطلقت اجهزتها الجديده سلسله التاب اس 11 الترا والاس 11 العادي، وكمان عندنا السامسونج اس 25 اف اي. تغيرات حماسيه انك تعرفها، ويلا بينا نبدا مع التاب اس 11 الترا. اللي قدامك ده تاب اس 10 الترا الجيل السابق العملاق القوي جدا، اما ده بقى الاس 11 الترا الجديد. تعالى بقى اقول لك على التغيرات الجديده. اول حاجه دلوقتي بقى عندنا سمك الجهاز 5.1 مللي، سمك رهيب حرفيا، نص سمك اي موبايل دلوقتي. وده عن تجربه لما مسكت الاس 10 الترا الجيل السابق اللي هو اتخن من هنا بحوالي 3 مللي، كان سمكه رفيع وسمكه رهيب. تخيل بقى ده ال 5.1 مللي. تاني حاجه جامده عندنا هنا الوزن، هنا بقى 695 جرام بدل 723 مع الاس 10 الترا القديم، يعني عندك حوالي 28 جرام اقل. حاجه جامده، لكن الصراحه مش هتفرق قوي لان كده كده وزن الجهاز تقيل. وده مش جاي من فراغ، ده جاي من الشاشة العملاقة ال 14.6 بوصة. وعشان تتخيل معايا حجم الشاشة دي، تخيل اللابتوب اللي قدامك دلوقتي انت خالع الشاشة وماسكها في ايدك. ده اقرب توصيف حقيقي يوصف الشاشة الجبارة دي في الحجم. حجمها كبير حرفيا، شاشة لابتوب. اذا كان بقى الوان، فدي الوان جامدة. الشاشة دي دايناميك اموليد 2 اكس. تخيل انت ماسك شاشة تليفون محترمة، ولكن عبارة عن تابلت كبير 14.6 بوصة، ودعم 120 هرتز وال 1900 نتس السطوع العالي، وكل الكلام الجميل وكل الارقام اللي انت عايزها في شاشة هي موجودة معاك هنا في شاشة الاس 11 الترا. وبصراحة يعني مش محتاج اتكلم عن الشاشة كتير، لان الشاشة هنا ارقامها محترمة جدا. وكمان فرقة عن الجيل السابق ان الحواف هنا قلت كمان عن الجيل السابق. الحواف هنا تحسها مش حواف تابلت، تحسها كده حواف موبايل. التغير اللي بعد كده عندنا البطارية، هنا بدل من 11200 ملي امبير في الجيل السابق بقى عندنا هنا 11600 ملي امبير، حوالي 400 ملي امبير زيادة. وده على فكرة فرق مش كبير، لكن صدقني هو فرق محترم. وسامسونج في ارقام البطارية بتاعتها مش بتديك ارقام عالية على الورق مقابل انك ما تحسش بفرق، لا، اي رقم سامسونج بتزوده هنا انت بتحس بفرق فعلا في اداء البطارية. كل ده هيبان بقى مع الاستخدام الفترة الجاية. وطبعا من اقوى التحسينات والتغيرات اللي جات بيها الاس 11 الترا هو الاداء. عندنا هنا معالج الدايمنسيتي 9400 بلس، معالج جديد عن الجيل السابق، وعايز اقول لك ان ارقامه حلوه جدا. ترددات الانويه اللي جاي بيها المعالج هنا قويه واعلى من الجيل السابق. يمكن بس معيش رقم محدد الفرق بين الجيل السابق والجيل ده، لو لقيته ممكن احطه لك هنا دلوقتي، بس اؤكد لك يعني في فرق في الاداء وفي فرق محترم. وكمان معانا هنا جاي بالاندرويد 16. الجيل السابق كان اندرويد 14، خلاص احنا بقى سقطنا اندرويد 15 او عديناه ودخلنا على اندرويد 16 على طول مع الوان يو اي 8 الجديده، اللي هي طبعا فيها شويه تحسينات مخصصه لاجهزه التابلت، غير طبعا جالاكسي اي اي مش محتاج اتكلم عنه. والجهاز بيدعم الشحن السريع ال 45 واط، وانا عارف ان ده مش اسرع حاجه، خصوصا ان حجم البطاريه هنا كبير، ولكن دي اعلى قدره شحن حاليه موجوده عند سامسونج. تجربه التابلت هنا مميزه، تجربه المشاهده حاجه محترمه جدا، ولكن بالنسبه لحجم الشاشه الكبير ده مش سهل انك تمسك التابلت على ايديك وتقعد بيه لفترات طويله تتفرج. انت محتاج بقى تسنده على رجلك، تسنده على جسمك انت وقاعد نايم على السرير مثلا، او تحطه قدامك على الترابيزه. لكن انك تستخدمه انك ماسكه في ايدك لفترات طويله، ده طبعا شيء غير عملي خالص. ويا سلام بقى لو حطيت التابلت قدامك وركبت الكيبورد بتاع سامسونج معاك كده شبه لابتوب صغنطط كده، حاجة محترمة جدا. وينفع تربط التابلت على شاشة تلفزيون من سامسونج، ويبقى عندك شاشة أكبر تتحكم فيها من التابلت. بص روقان، كل حاجة أنت محتاجها هتلاقيها هنا. كمان بقى مع سامسونج ديكس مفيش أحلى من كده. كفاية بس سوفت وير سامسونج مع الشاشة العملاقة دي، ده روقان. القلم بقى، القلم ده أنا مش محتاج أتكلم عنه، قلم رهيب. تجربة الكتابة على التابلت ده حاجة محترمة جدا، كأنك بتكتب على ورقة. غير طبعا الرسم، لو انت رسام فالتابلت ده بيناديك. التأخير هنا انك بتكتب وانه يظهر على الشاشة شبه معدوم، تأخير قليل جدا. سامسونج اشتغلت على موضوع القلم ده بقوة في اخر كام سنة، ووصلت بيه لمرحلة محترمة جدا دلوقتي. وبجد يعني القلم ده روقان روقان، مش هقول لك اكتر من كده. واللي معاه تاب من سامسونج وقرب القلم هيبقى عارف انا بقول له ايه كويس. ونقطة الكاميرات، عندنا هنا كاميرا رئيسية 13 ميجا بكسل مع كاميرا سيلفي 12 ميجا بكسل. كاميرات حلوة ومحترمة وبتصور 4K وحاجه زي الفل. وبصراحه نقطه التابلت دي انت ما تدورش على الكاميرات انك تستنى كاميرات قويه،
ولكن انا حابب اقول لك لا، هتاخد من التابلت ده تجربه كاميرات ممتازه، ما تحسهاش خالص انها طالعه من كاميرا التابلت، لا هم شغالين على الكاميرات هنا كويس جدا، ولكن طبعا مش هترقى الى تجربه اجهزه الالترا من سامسونج في الموبايلات. لكن حابب اقول لك لو فكرت تستخدم الكاميرا هنا هتنبسط جدا منها. بالنسبه طبعا للاسعار، السعر العالمي اللي اطلقته سامسونج بيه دلوقتي $1200 للاس 11 الترا و$860 للاس 11 العادي. طبعا الاس 11 عادي للناس اللي مش حابه تمسك شاشه كبيره مش هتعرف تمسكها في ايديها لفترات طويله، خلاص عندنا هنا الاس 11 هيبقى 11 انش بدل 14، شاشه اصغر ولكن بحواف اكبر، وبرضه هنا واخد نفس المعالج ال 9400 بلس، هتاخد نفس الاداء ولكن مع شاشه اصغر، مع حجم ادخن، مع حواف اكبر، مع سعر اقل. فانت بتختار بقى المناسب ليك، ويا بختك لو هتشتري اي واحد من الجهازين دول، اجهزه محترمه جدا. ونروح بقى لحبيبنا الاس 25 اف اي اللي اعتقد ناس كتيره مستنيه تعرف ايه الجديد. برضه التغيرات اللي حصلت على الموبايل هنا تغيرات لذيذه هتحسن تجربه استخدامك. تعالى كده ناخد نقطه نقطه ونشوف ايه اللي اتغير، بدل ما ارسل لك ارقام كتيره واقول لك الموبايل جاي وجاي وجاي، اقول لك كده باختصار ايه الجديد في الجهاز. دلوقتي عندنا سمك الموبايل باقل من السنه اللي فاتت 7.4 مللي بدل 8 مللي، وده طبعا الواضح ان في اخر سنه اجهزه سامسونج كلها تبنت بقى فكره ان الاجهزه تبقى رفيعه، ودي حاجه حلوه جدا وبتديك راحه في استخدام الموبايل في ايدك. وزن الجهاز هنا قل بشكل واضح وهيفرق معاك في ايدك، بحوالي 190 جرام بدل 213 جرام، حاجه محترمه. الله ينور يا سامسونج. ايه تاني بقى؟ عندنا بطاريه اكبر 4900 ملي امبير بدل 4700 ملي امبير، مش اكبر حاجه ولكن فرق محترم انه حصل. واخيرا بيدعم الشحن السريع ال 45 واط، الاس 24 اف اي القديم ما كانش بيدعم غير 25 واط، دلوقتي بيدعم 45 واط و25 واط وايرلس. وبرده جاي مع الاندرويد 16 مع الوان يو اي 8، وعندك 7 سنين تحديثات اندرويد. وعندنا معالج جديد السنه دي الاكزينوس ال 2400، ده نفس المعالج اللي كان موجود في الاس 24 بلس بتاع السنه اللي فاتت. ده معالج مختلف لان اللي كان موجود في الاس 24 اف اي كان 2400 اي، اما ده ال 2400 اللي كان موجود في الاس 24 بلس. طبعا معالج اداؤه محترم وكل حاجه، ولكن هو اكيد اقل من السناب دراجون ال 8 اليت اللي موجود في سلسله الاس 25 كلها، الالترا والعادي والبلس. بالنسبه للكاميرات ما عندناش تغير كبير حصل في الكاميرات، نفس سيت اب الكاميرات الجيل السابق، 50 ميجا بكسل ال 1.8 الكاميرا الرئيسيه، وال 8 ميجا بكسل التليفوتو اللي بتديك 3 اكس اوبتيكال زوم، وعندنا كمان ال 12 ميجا بكسل الالترا وايد. الكاميرا الوحيده اتغيرت هنا هي السيلفي، بدل من 10 ميجا بكسل بقت 12 ميجا بكسل. طبعا مش محتاج اقول لك ان اداء الكاميرات هنا هيبقى محترم وقوي جدا، وهتاخد تجربه تصوير محترمه، وعندك بيصور 4K 30 و60 و120 فريم و8K 30 فريم. لكن خلي بالك برضو هو مش هيرقى لتجربه التصوير اللي بتطلع من سلسله الاس 25 بلس والعادي. سطب الكاميرات هناك عدسات مختلفه عن العدسات اللي موجوده هنا، ده مش معناه برضو ان تجربة التصوير هنا وحش، انا بس بحاول افهمك ان في فرق في التصوير والكاميرات لصالح طبعا الاس 25 بلس، لان هناك في عدسات اقوى من هنا. طبعا عندنا شاشة كبيرة 6.7 انش، الديناميك اموليد لل 2 اكس ال 120 هرتز، والدعم على اتش دي ار 10 بلس، والسطوع بيوصل ل 1900 نتس. طبعا في الاس 25 بلس والعادي السطوع هناك بيوصل ل 2600، سطوع اعلى من هنا، ودقة الشاشة هناك برضو اعلى من هنا. لكن انت لو مسكت الموبايل ده في ايدك لوحده وقربته هتنبسط بيه جدا، تجربة الشاشة محترمة والمعالج والأداء حاجة هتبسط. النقطة الوحيدة اللي ممكن أعلق عليها هنا هي سعر الموبايل. سعر الموبايل دلوقتي عالميا $650 للنسخة ال 128 جيجا وال 8 جيجا رام، أو النسخة البيزك بتاعته عاملة $650. نصيحتي هنا لو أنت بره وهتشتري الجهاز ده لو سعره لقيته قريب، وهو قريب فعلا للاس 25 بلس، لا طبعا روح هات الاس 25 بلس، حتى لو حوالي فرق $100 او $150 يستاهل انك تزودهم وتجيب الاس 25 بلس. صوته اعلى، تصوير افضل، كمان معالج ال 8 اليت من كوالكوم، هتنبسط. الجهاز ده محتاج بس سعره يقل عالميا وهيبقى قيمه مقابل سعر محترمه جدا من سامسونج. وبس كده حبيت اقول لك ابرز الثغرات اللي حصلت في الاجهزه الجديده اللي اطلقتها سامسونج، ويا ريت بقى انت معدي كده لايك سبسكرايب ولو كومنت، يعني يبقى حاجه زي الفل. مع السلامه.